ما فعله فالفيردي ورودريجو بالاتليتيكو لا يسمى الا جرائم حرب، وكالعاده مشاكل فينيسيوس جونيور لا تنتهي. ريال مدريد في اول دقيقتين فعل وضع الصواريخ، ومن ضربه حره فالفيردي ومن 40 يارده تقريبا فجر واحده بتدمر شبكه اوبلاك. بعدها الريال حاول يوسع الفارق، لكن برضه كوارث الدفاع مش طبيعيه، وكورتوا بيلحقهم كل مره على اخر لحظه، والصراحه بياكد كل مره انه يستحق انه يكون افضل حارس في تاريخ اللوس بلانكوس. لكن مع بدايه الشوط الثاني السلاح الخفي رودريجو وباسيست من فالفيردي بيسرق وبيكلفت دفاع روخي بلانكوس وبيحط الثاني الملكي عشان يامن الفوز. لكن بعدها وبدايه بسيطه هرب سولس من دفاع ريال مدريد عشان يسجل ويقرب الفارق لواحد. لكن هنا في لقطه وقت خروج فيني دخل في شكله مع سيميوني لانه بيقول له بريز هيطردك من النادي، افتكر ده دايما. طبعا جونيور اتعصب كالعاده ولبس انذار، ورغم انهم كانوا قريبين اكتر من مره للتعادل لكن محاولات الاتليتيك كلها اتت بالفشل. وبكده النهائي يكون مجزره بين ريال مدريد وبرشلونه بعنوان كلاسيكو الارض.